السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصل المنتخب الوطني الجزائري منذ قليل وفي حدود الساعة 3 صباحا إلى مطار هواري بومدين قادما من مدينة بواكي الإيفوارية بعدما أقصي من الدور الأول في كأس إفريقيا. ونشرت العديد من الصفحات فيديو لامرأة جزائرية وهي تعترض حافلة المنتخب الوطني الجزائري وهي تبكي بحرقة أمام جمال بلماضي واللاعبين وتسأله عن سبب الخسارة والخيبة الكبيرة. وقد قام أحد أعوان الأمن بإبعاد هذه المرأة المسكينة من أمام الحافلة وأمر السائق بالتقدم إلى الفندق والذي سيقيم فيها المنتخب الوطني الجزائري إلى غاية رحيلهم لأنديتهم في الساعات القليلة القادمة. وفي سياق آخر أكد محرز في تصريحاته عند وصوله أنه لن يعتزل من المنتخب الوطني عكس الكلام المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي.